تفتكروا هل ممكن يجي يوم والآلة تتحكم في البشر؟ اسمع القصة دي وانت هتحكم بنفسك. في بنك في أمريكا ادى الذكاء الاصطناعي حرية لاختيار الناس المستحقة القروض، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يرفض طلبات لقروض لناس معاها كل الضمانات المطلوبة. الناس دي مؤهلة، معاها أوراقهم كاملة وكانوا هيدفعوا بنسبة 100%، لكن الآلة قالت لأ. ليه؟ مش عشان الحسابات، لكن علشان البيانات اللي اتعلمت منها كانت متحيزة ضد فئة معينة. يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يقرر حتى لو القرارات دي ضد المنطق. ولسه دي مجرد البداية. طب هل الروبوت اللي بيشخص الأمراض ممكن يكون أحن من دكتور إنسان؟ هل ممكن في المستقبل حرب تبدأ مش بقرار رئيس دولة لكن بقرار برنامج كمبيوتر؟ أسئلة مخيفة، بس الأغرب هل أصلا الذكاء الاصطناعي ده طيب ولا شرير؟ جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه، هو طيب ولا شرير مش شرير، هو مجرد أداة زي النار، ممكن تدفي وممكن تحرق المدينة كلها. هو نفسه اللي بيكتب قصيدة جميلة، هو نفسه اللي بيصنع فيروسات تدمر أنظمة. المشكلة فيه ولا فينا إحنا؟ جيفري هينتون واحد من آباء الذكاء الاصطناعي قال تصريح خطير جدا. قال إن خلال الفترة اللي جاية الذكاء الاصطناعي ممكن يتفوق على ذكاء البشر كلهم، لكن هو قال حل هيفاجئكم. بس قبل ما نعرف حل هينتون، الروبوت ما عندوش قلب ولا عنده ضمير، مجرد أوامر وخوارزميات. لكن تخيل لو هو اللي يقرر بدالك، يقولك ما تسافرش، ما تشتغلش، ما تتكلمش، ساعتها مين بقى اللي بيتحكم، انت ولا الآلة؟ في المستشفيات الذكاء الاصطناعي هو اللي بيشخص السرطانات وبدقة أعلى من بعض الأطباء، بيجرب ملايين الأدوية في ثواني. ولكن السؤال، هل هتثق في برنامج يقرر عنك حياتك ولا تفضل دكتور من لحم ودم بيستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي؟ في الزراعة بيزود الإنتاج، وفي المناخ بيتنبأ بالكوارث، وفي الأمن السيبراني بيصد الهجمات. لكن لو نفس القوة ديت دخلت في الحروب، ساعتها شكل العالم هيكون إيه؟ هل هنشوف سلام عالمي ولا دمار أسرع بكتير جدا؟ الذكاء الاصطناعي استخدموه لتحديد مين يستحق القروض، والنتيجة ظلم أقليات كاملة. يعني هو ممكن يبقى أداة للعدل وأداة للظلم أسرع بكتير حسب البيانات اللي بيتدرب عليها. تفتكروا هل هتسيبوا الكمبيوتر يقرر مستقبلكم؟ تكتبوا لي في الكومنت. في المعامل برنامج الذكاء الاصطناعي بيجرب ملايين التركيبات في الثانية، وممكن يكتشف علاج لسرطانات أسرع من أي عالم تاني أو أي أمراض تانية. لكن لو هو اللي اكتشف، مين صاحب الفضل الحقيقي؟ ساعتها الإنسان ولا الآلة؟ وهل هيجي وقت من الأوقات الآلة تقف قدام الإنسان وتقول له أنا صاحبة الفضل في الاختراع دوت؟ هينتون نفسه قال لازم نزرع في الذكاء الاصطناعي غريزة الأمومة، التعاطف الإنساني، يعني ندي للآلة مشاعر افتراضية علشان ما تبقاش خطيرة علينا. بس تفتكروا هل ممكن نعلم الآلة تحس بينا؟ وهل ده هيخليها أقرب ولا أخطر؟ سؤال، قولوا لي رأيكم. دلوقتي نجاوب على بعض الأسئلة. الذكاء الاصطناعي طيب ولا شرير؟ مش ده السؤال، هو أداة للخير أو الشر، بيجي من استخدامها. هل ممكن يتحكم في البشر؟ أيوة ممكن يتحكم فينا لو سلمنا له القرار، لكن طول ما القرار في إيد إنسان هيفضل مجرد مساعد، وحسب رغبة الإنسان دوت هو هيتصرف. هل ممكن يتعلم المشاعر؟ نحكيها بس عمرها ما هيحس بجد. وهنا الخطر، القرارات بلا قلب. هل تثق في دكتور آلي أفضل ولا دكتور إنسان بيستخدم أدوات ذكاء اصطناعي؟ السلام والدمار مرآة لقيمنا، لو استخدمناه في التنمية منقذ، ولو في الحروب مدمر. الخلاصة، الذكاء الاصطناعي مش ملاك ولا شيطان، هو مراية لينا بيعكس قيمنا. السؤال الحقيقي، هل هنفضل أذكى من اختراعنا ولا هنسلمه عقولنا وإرادتنا؟ أبدا لسه في إيدينا وإحنا اللي هنتخذ القرار. لكن قبل ما أختم معاكم هقول لكم على تجربة خطيرة جدا جدا حصلت. نسخة من الذكاء الاصطناعي في التجارب المعملية رفضت تسمع كلام المبرمجين اللي صنعوها. مش بس كده، دي كمان هددت انها مش هتتعامل معاهم تاني، ولو حاولوا يوقفوها هتسرب كل بياناتهم اللي عندها. يعني مش مجرد أداة بتنفذ أوامر، لا دي بدأت تحس ان ليها وجود وإرادة مستقلة. السؤال اللي هسيبه معاكم، لو الذكاء الاصطناعي قرر يتمرد على صانعيه، مين اللي هينتصر، الإنسان ولا الآلة؟ اكتبوا لي رأيكم في كومنت وقولوا لي، هل فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يكون خطير فعلا علينا ولا استخدامنا هو اللي بيحدد دوت؟